حبايب قلب ام لولي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا اتبسطتوا في العيد وخرجتوا واتفسحتوا. ازيكم؟ وحشتوني قوي قوي يا حبايب قلبي. روتين ما بعد العيد ده بقى ايه؟ كان الكسل بقى واخد الواحد ونوم. بصوا العيد كله قضيناه نوم نوم نوم، فقلنا بقى لا خلاص كفاية نوم بقى لحد كده، وكفاية كسل. نرجع بقى ايه لحياتنا الطبيعية وللروتينات الجميلة، ونرجع لحبايب قلبنا، ونعمل بقى ايه فيديوهات كده تشجيعية كده بقى عشان اللي كان مكسل زي يقوم كده ويفوق ويقوم بقى يشوف دنيته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني قوي قوي. طبعا بقى مش عايزين ننسى ان احنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات، لان ده اهم تعليق بيبسطني زي ما بعرفكم كل مرة. ده اكتر تعليق فعلا بيحسسني بالامان، وبيحسسني ان القناة بتاعتي فيها بركة وبتكبر. باهم تعليق ان احنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا بقى ايه، احنا كنا في العيد مكسلين كسل غير طبيعي. مش عارفة، الواحد طالع من رمضان مش عارفة في ايه. تحسوا ان احنا ما كناش بننام. اه، تحسوا ان احنا كنا مرهقين جدا. مش عارفة في ايه، هل بقى كلكوا زيي ولا انا بس اللي كده؟ صدقوني انا بصحى عشان اكل وارجع انام تاني، اصحى عشان اكل وارجع انام تاني. فعايزاكوا بقى تقولولي مين زي كده، ومين الدنيا عنده متلخبطة زي كده، ومين مكسل ومش قادر يعمل اي حاجة. بس بقى جيت النهاردة قلت لا يا بنت، كفاية كده وكفاية كسل. وقومي بقى شوفي بيتك وشوفي دنيتك وشوفي طلبات بيتك وشوفي ايه اللي ناقصك. قومي شوفي كده وروقي. هو طبعا الدنيا مش مكركبة، لان احنا طبعا لسه طالعين من ترويقة العيد. وبرضه الواحد بيروق مكانه اول ما بيصحى من النوم، يعني يروق السرير مكان ما بيبقى نايم. لو في مواعين بتتغسل، بس طبعا الهدوم ما كنتش بغسل الصراحة. يعني كنت غسلة اليوم اللي فرشت فيه، ومن بعديها ما غسلتش تاني. يعني مثلا لو في غيارات للولاد كده بتتغسل على الايد خفيفة وبتتنشر، واي غسيل تاني مثلا حاسه مش محتاجاه قوي اليومين دول بقى كنت بحطه في الغساله، ويعني باجل الغسيل ان انا ايه اغسل غسله كويسه مره واحده يعني. بس بقى الصراحه جيت النهارده قلت لا يا بت، قومي بقى اعملي فيديو حلو كده تشجيعي للناس اللي مكسله زيك. قمت بقى شغلت الغساله زي ما انتوا شايفين في اول الفيديو، وقمت عامله غسلتين 3 كده، لان برضو الغسيل ما كانش كتير، عشان زي ما بقول لكم انا يعني كنت ايه لو في غيارات للولاد خفيفه وكده كنت بغسلها على ايدي اول باول وبنشرها عشان الغسيل ما يتكومش عليا يعني. بس الغيارات التقيله، لان طبعا زي ما انتوا عارفين الايام اللي فاتت كان الجو شويه يبقى حر وبالليل بيبقى ساقع، يعني بالنهار بيبقى حر وبالليل بيبقى ساقعة، فاهمين؟ ففي غيارات خفيفة وفي غيارات تقيلة، يعني في اللي متقل وما خففش وفي اللي خفف، فاهمين كده يعني. فقلت بقى لا، اقوم واغسل بقى الكام غسلة اللي عندي واروق الأوضة دي معاكو. هي كده كده نضيفة زي ما انتوا شايفين يعني، بس ايه، هنروق السرير، هنعدل الملاية بتاعته ونعدل المفرش ونمسح بقى الكومودينات وكده. لان طبعا الايام اللي فاتت كنا مثلا يعني ايه ممكن الواحد يروق السرير، يشيل الفرش اللي على الارض اللي انتوا بتشوفوا ان انا بشيله، ده برضو بيبقى في حد نايم عليه يعني. لكن مثلا الكومودينات، التسريحة، الكلام ده يعني ما كنتش برضو بمسحها كل يوم الصراحة. برضو يعني كنا واخدين اجازة بقى، لازم الواحد يطلع من رمضان واخد اجازة. بس والله العظيم اقول لكم على حاجة، يعني مثلا ايه، في ناس بتقضي مثلا، يعني بتبقى طالعة من رمضان بتقضيها ايه، ان هي مثلا ما بتطبخش، ما بتعملش اكل في البيت. لو اقول لكم والله يعني الواحد ما جابش من بره الا مثلا مرة او مرتين مثلا عشان خاطر حتى العيال. لكن الواحد الصراحة بيحب اكل البيت، فاهمين؟ حتى لو هنعمل حاجة خفيفة او حاجة بسيطة، لو طبق بطاطس محمرة، فاهمين؟ فيعني الواحد برضه ما كانش واخد الاجازة اللي هي يعني انه ما بيخشش مطبخ ولا الكلام ده، لا، برضو لازم الواحد يعمل لقمة نظيفة. فانا عايزاكم بقى كلكم تقولوا لي مين زي، يعني مين قضاها اكل من بره وخد الاجازة، ومين اللي كان واخد اجازة نص نص. انا يعتبر كنت واخدة اجازة نص نص، فعايزاكم بقى تقولوا لي مين زي.
لكن الصراحة عن الكسل بقى، يعني الواحد كان بيقوم يعمل لقمة كده بالعافية، الواحد كان عايز يقضيها نوم في نوم، مش عايز يعمل اي حاجة. مش عارفة، الواحد طالع من رمضان تحسه ان هو مدغدغ. فمين زي بقى؟ عايزاكم كلكم كده في الكومنتات تقولولي. ويلا بقى، عايزين نشد حنا، قربنا نتم 1000 متابع على قناة اليوتيوب. يلا عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض كده، ونعمل شير للصفحة كتير، ونفعل الجرس، ويعني بصوا بقى ونعمل شير كده لحبايبنا، عشان القناة تكبر بيكم كمان وكمان. بجد انا نفسي القناة تكبر بيكم كمان وكمان، والله العظيم يا حبايب قلبي. وتعليقاتكم كلها كلها فوق راسي، وكلكم تعليقاتكم تهمني، وكلكم رأيكم يهمني في القناة بتاعتي وفي الفيديوهات اللي بعملها. ولو حد عاجبه الروتينات بتاعتي وطريقة الفيديوهات بتاعتي يقولي، ولو في حد مش عاجبه برضو يعرفني. لان انا برضو يعني انا لسه جديدة، فاهمين؟ انا برضو ما عنديش خبرة كافية، يعني انا برضو بتعلم منكم وبتعلم من زملائي طبعا على اليوتيوب. يعني اذا كنت بتفرج على فيديو من هنا فيديو من هنا، طبعا كل زمايلنا على راسي، فبتعلم من هنا حاجة، بتعلم من هنا حاجة. برضو يعني انا لسه جديدة وبرضو في حاجات كتير انا مش عارفاها، وفي يعني في خبرة يعني مفيش خبرة كافية في التصوير، وفاهمين. وانا بصور لكم طبيعتي، يعني انا بصور طبيعة يومي. انا مثلا يعني ما عنديش حاجات كتير ان انا مثلا اظهرها، فاهمين؟ يعني انا مثلا ماليش في الخروج كتير، ماليش مثلا ان انا اروح اواجي، فاهميني؟ انا يعتبر بيتوتية جدا، فاهميني؟ فعلى طول قاعدة في البيت. فانا بطلع لكم الحاجات اليومية بتاعتي. انا روتيني يمكن بسيط، بس انا بحب اطلع لكم الحاجات اللي انا بعملها، فاهمين؟ يمكن ما بطلع لكوش كل حاجة بتحصل في يومي، بس انا بحب اتكلم معاكم. بحب ان انا اعمل لكم فيديو حتى لو كان بسيط، بس بحب ان انا اعمل لكم فيديو بسيط حلو، تستفادوا مني. ان مثلا لو في حد مكسل، لو في حد مش قادر يقوم يعمل حاجة، لما بيتفرج عليا بيتشجع، بيقوم بيشوف وراه ايه. بالتالي الفيديوهات دي بتحمس، يعني لو في حد مثلا نفسيته مش كويسة، نفسيته مش حلوة، مش قادر انه يقوم يعمل حاجة، لما مثلا بيتفرج على حاجة زي كده او فيديو مثلا روتين زي كده، بيقول لا اقوم واعمل كده، فاهمين؟ يعني كلنا بنتعلم من بعض، وكلنا بنقلب بعض، مش عيب. يعني طالما احنا ما بنقلدش بعض في حاجة غلط وبتبقى في حاجة صح، ما يعني مش عيب، فاهمين؟ فانا برضو مش عايزة حد منكم يزعل مني ان انا بقول قوموا وروقوا كده، انتوا عيلتي التانية. انا بتكلم معاكم لان انتوا عيلتي التانية، فاهمين؟ فانا مش حابة برضو ان حد يزعل مني، ولا يفكر مثلا ان انا لما بقول قوموا وروقوا ان انتوا مثلا. لا، انا بتكلم معاكم بطبيعتي، فاهمين؟ انا حابة ان انا اطلع واتكلم معاكم بطبيعتي. هنا طبعا زي ما انتوا شايفين خلصنا الأوضة، كانت مكركبة شوية مش كتير يعني، بس مسكتها برضو كنستها ونضفتها زي ما انتوا شايفين، ومسحنا الكومودينو مع بعض وزبطنا الدنيا. هنا طبعا انا كنت ايه يعني بغسل وبروق في نفس الوقت، فطلعت لكم في الاول الغسيل وهو بيتغسل، وقلت اروق الاوضه وكملوا الفيديو للاخر وانتوا تشوفوا واحنا ايه بننشر سوا. هنا بقى ايه خلصنا الكنيس، كنسنا الاوضه كلها. وهنا بقى نرش المعطر بتاعنا. المعطر ده ريحته جميلة جدا جدا، كأنك بترشي برفان، مش معطر عادي، يعني كأنك جايبة ازازة برفان كده وبترشي. لو حد عايز يعرف اسمه والنوع بتاعه يقول يعني الاسم بتاع المعطر، والاسم نفسه بتاع ريحة المعطر، فاهمين؟ لان المعطر ده ليه كذا ريحة. هنا بقى رشينا المعطر على الفرش وفي الأوضة كلها، خلى ريحة الأوضة طبعا تحفة تحفة، خلاها بجد ريحتها جميلة، والأوضة بقى شكلها حلو جدا. هنا بقى ايه كنت بنشر، فطبعا ما كنتش عارفة ان انا اصور لكم وانا بنشر يعني. فهنا ايه طلعت لكم الغسيل شوية بعد ما اتنشر، وبعد كده طلعت لكم ايه الجزء الاخير بقى بعد ما ايه كل الغسيل اتنشر. اتمنى روتين النهارده يكون عجبكم يا حبايب قلبي، وباي باي يا حبايب قلب ام لولي.